الخلعة والخوف هما أكبر عدو للتلميذ اللي كيخليك واخا تكون مراجع لكلشي وتمارة كاملة اللي ضربتي كيجي داك النهار اللي تكتب فيه الورقة وكتلف التركيز ديالك ما كيبقاش واخا انت ما كتغش في الامتحان كتجيك هاد الخلعة. راه واخا تغش في الامتحان عادي ما خصهاش تجيك وما كنصحكش تغش. المهم في هذا الفيديو غادي نقول لك كيفاش تحيد الخلعة والخوف وتفوت وانت مرتاح وبعض الطرق باش هاد الفكرة ديال الخلعة ما تبقاش. واسمعني مزيان حيت هاد الشيء اللي غادي نقول غادي يفيدك بزاف. المهم قبل ما نبدي الا كنت جديد ما تنساش تشارك في القناة وتخلي واحد لايك ونبدا. اول حاجه خصنا نعرفوا علاش كتجي هاد الخلعه بالضبط نهار الامتحان. علاش ما كتجيش دابا ولا منين كتفوت الفرض، كتجيك غير منين تكون تفوت الامتحان. هي بسبب حاجه وحده وهي قيمه الامتحان. فمثلا انت الدوره الاولى كتفوت الفروض وكتقول واخا ما نجيبش مزيان في هذا غادي نجيب في الاخر، يعني ما كانش الريسك. والعام كامل وانت غادي جاي على قبل ديك النقطه ديال المراقبه. ولكن الامتحان لا، الامتحان غير يومين ولا ثلاثه، يعني ديك الطريق وديك الحفاظه وديك التمارين كامله غير على قبل هاد الامتحان. راه هاد اليومين كتساوي مستقبلك. علاش كتخلع وعقلك ديريت كيتخايل غير السلبيه. الا ما خدمتش مزيان شنو غادي يصرى، ما خصنيش نخسر دوك الاوهام اللي ما منهم والو. المهم دابا عرفنا علاش كتجي الخلعه، نفوتوا لكيفاش ما تبقاش تجيك وتهنى في مره. اول حاجه الخوف والخلعه هما افكار. دابا انت مريح ومرتاح كتفرج ولا هز التليفون ديالك وكيجي عندك شي واحد يقول لك ايوا ما بقاش بزاف راك موجد شي حاجه ولا والو، تما اوتوماتيك قلبك غادي يبقى يضرب وتكشتك الخلعه. هذه غير فكره بلا امتحان بلا والو. وشوف شنو كيصرى. وما نساوش ليله اللي قبل الامتحان غادي غير تبغي دير شي حاجه تجيك الفكره ديال غدا عندك الامتحان وتكشتك الخلعه والخوف. يعني الافكار هما اللي كيخلعوك وكيسبوا لك الخوف. بصح الا كنت مراجع راه ما عندكش لاش تخلع، راه اللي كينقل في الامتحان وما كيتخلعش عاد هذاك اللي حافظ ومخلوع. انا كندير دابا هذا الفيديو حس بكم، مي انا بعدا شخصيا الا كنت مراجع وحافظ ما كانش لاش نتخلع. راه دابا منين غادي نقول لكم كيفاش تحيد هذا الخوف وهذا الخلعه، راه دوك اللي كينقلوا هما اللي خاصهم يتفرجوا. اما انت ولا انت مراجع ما كانش منين تخاف، اللي عارفو ديروا وغادي تجيب نقطه مزيانه. المهم دابا بلا ما نطول هذا الفيديو كيفاش هذا الخوف والخلعه ما يبقاوش يجيوك في الامتحان. اول حاجه منين تخرج من الدار قول بسم الله توكلت على الله. ثاني حاجه في طريقك كنت غادي سير ناشط وتفائل بان كل شيء غادي يفوت مزيان وانك غادي تخدم كل شيء وغادي تخرج فرحان، حيت الا مشيت مزير ومخلوع راه غادي غير تلف الورقه. ثالث حاجه راقب الافكار ديالك، حيت راك غادي تكون في واحد الدوامه ما غاديش تبقى تفكر حتى في حاجه من غير الامتحان. الماكله ما غاديش تبقى تاكلها بكثر التفكير. رابع حاجه منين توصل للقسم قبل ما تدخل قول بسم الله ودخل وما تشوفش في الاستاذ، شوف غير فرقتك وركز فيها ودير بحال راك تفوت شي فرد عادي. واخر حاجه عرف بان كل شيء فايت وغادي يسالي الامتحان وتنجحوا كاملين ان شاء الله. وراه غير فتره وكتفوت ما كانلاش بنادم يكبر الموضوع. نتمنى لكم التوفيق كاملين يا رب.